انا ما عملتش حاجه، وسايبه ماما الحاجه تحكي لك من الصبح عشان هي كانت قاعده معانا، انما مش معنى ان انا سكت لك ان انا حاسه بالذنب. سكتي لي؟ هي حصلت انك تتحدثي معايا كده كمان؟ امال حصلت انك تتهمني في اخلاقي؟ محدش تهمك بحاجه يا بنتي. لا اتهمني يا ماما الحاجه، والكلام كان قدام حضرتك. انا عمري ما حد كلمني بالشكل ده، والحمد لله انك قاعده معانا وشاهده. واحنا عمرنا ما حد في السرايا عمل اللي انت عملتيه ده. لتاني مره بقول لحضرتك ان انا ما عملتش حاجه. اسمعي، ده اخر حديث عندي. انا ما حدش يراجعني في الكلام ولا يكسر كلمتي ولا يلوي دراعي، حتى لو كان ولدي اللي ممكن اجيبه من صلبي. انت فاهمه؟ قصدك ايه؟ قصدي واضح. انا فهمت يا رفيع بيه. حاضر. ما تكملوا، سكتوا ليه؟ ده انتوا مش معبريني ولا عاملين حساب لوجودي. انا اسفه يا ماما الحاجه. ياما انت ولد رفيع بزيادك فضناها. كفاياك يا بنتي، كفاياكي. ما حصلش حاجة ده كله. لا حصل يا ماما الحاجه، انا كسرت كلامه. انا كنت اعرف ان الدكتور فيصل ده جاي من اصله. ما انا قلت له قدامك. طب انا بلوي دراعه بحمدي؟ حاشا لله يا بنتي، فضيناها عاد. حاضر يا ماما الحاجه، بس الحمد لله ان هو قالها بنفسه وحضرتك سمعتيه. ما قالش حاجة من اللي في دماغك يا بنتي. لا قال يا ماما الحاجه، زي ما هو قال انا كمان بقول ان لا يمكن ابني هيجبرني ان انا فرط في كرامتي. انا مش هراجعك في الحديد، دي ساعة شيطان والواحد ما بيوزنش حديته. انا عارفة انك عاقلة يا بنتي. انا هدخل اخد حمدي. نام يا بنتي، تبات نار تصبح رماد. فتك بعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالكش حق في اللي عملته ده يا فيصل يا ولدي. ما تاخذنيش ان الله لا يستعمل الحق. ليه بتقول كده يابا؟ لاني خابر العزيزه زين يا ولدي ظنانين، وابعد حاجه عنيهم حسن النيه، وخابر طبع رفيع بيه ما يحبش اللي يخالفه زي ابوه. قال لك انه هجيب لك الواد لحديك، فكان لازم تستناه ما تروحش لحالك كده. يا سلام، وهي دي اول مره اروح فيها سرايا السلطان بيه؟ ما انا طول عمري فيها مع فارس الله يرحمه. يا ولدي الوضع دلوقتي مختلف. مختلف في ايه بس يابا؟ دي الحاجه ونيسه اول ما بتشوفني كانها شافت فارس الله يرحمه، ودايما بتحسسني بكده. بل مكابره يا ولدي. مكابره؟ انت عاوزني اهاودك ولا بصرك واقول لك الحقيقه؟ وايه هي الحقيقه دي يابا؟ انت رحت هناك في الاساس ليه؟ علشان ادي الولد التطعيمات. انت كل الناس بتروح لحديهم عشان تدي عيالهم التطعيمات ولا حتى عشان تعالجهم؟ وهم دول بالنسبه لي اي ناس برضو يابا. في ايه يابا؟ تقصد تقول ايه؟ لا ولا حاجه، هي مره عدت وما تعملهاش تاني. الله، ده انا بقى ولا اللي عامل عامله، يعني الحاج عليا ولا ايه؟ يا ولدي يا ولدي، انا طول عمري بتجنب التشابيك مع العزايزه وخصوصا مع رفيع بيه. انا احبه لكن اخاف غضبه زي ابوه الله يرحمه. بقول لك ايه يا حاج، كلمني بصريح العباره من فضلك. ملوش لزوم، انت فاهمني كويس، بس اللي اقدر اقوله لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. انتي وش هي لحالك هنا بعد اللي عملتيه؟ انت بتتحديني على كده؟ لا انا ما بتحداكش يا رفيع بيه. امال تسمي ده ايه؟ انا جاي احط النقط فوق الحروف مع حضرتك قبل ما امشي. تمشي؟
تمشي تروحي فين؟ مش مهم، انا حرة بقى. لا ما انتش حرة. يا سلام، ليه هو انا قاعدة في معتقل هنا؟ لا بس انت ام ولدنا ولازم تحافظي على تقاليدنا اللي هي تقاليد ولدك. هو ده بالظبط اللي انا عايزة اعرفه. ايه التقاليد اللي انا ما حافظتش عليها من وجهة نظر حضرتك؟ انت خبرة زين. لا، انا فعلا مش عارفة. عموما مش وقته الحديد ده ولا مطرحه. لا، ده وقته وده مكانه. 100 مرة اقول لك ما احبش اللي يراجعني في الحديد، سامعة؟ حاضر، بس انا زي ما قلت لحضرتك انا عايزة اعرف، لان انا ماشية مش هقعد هنا. واذا كانت المشكلة انك عايز تعرف انا هبقى فين، فانا يا اما هقعد مع بابايا يا اما هقعد في الشقة اللي كان اشتراها لنا المرحوم فارس في مصر. يعني فين بالتحديد؟ عند ابوكي ولا في مصر؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا لسه ما قررتش. طيب انت لو قعدت في مصر هتقعدي لحالك؟ لا، مع ابني. ما شاء الله، الله اكبر. وبتسأليني خالفت تقاليدنا في ايه؟ يا ولاد هنعاود البكا تاني. انا عايزة اعرف ايه اللي انا عملته مخليك واخد مني الموقف ده؟ ما فيش موقف ولا حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص فضيناها وبكرة نتحدثوا. لا، مفيش كلام تاني. زي بعضه، بس انت دلوقتي لازم تروحي لحد اجي وانا هوصلك. يلا. ما خلاص فضيناها عاد. اتفضلي. يا أهلا، يا أهلا وسهلا يا عم غزال، منور والله. ده نورك يا ستنا يا ست الكل. ويا ترى فرحة عاملة ايه مع حضرتك؟ فرحة؟ دي فرحة وهي فرحة. يا زين ما خلفت ويا زين ما ربيت يا عم غزال. الله يخليكي ويديم رضاك علينا يا ستنا. سامع يا حمادة ست الكل بتقول ايه على اختك؟ ده رضاها ده يا ابني مش بالساهل. استغفر الله العظيم يا راجل يا طيب، ما تقولش كده، ما تسمعش كلامه يا حماد. بابا، الحمد لله انكم جيتوا. يا ساتر يا رب. ليه يا بنتي؟ انا هرجع معاكم تاني. في ايه حصل ايه يا بنتي؟ ازيك يا عم غزال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك. في ايه يا سعادة البيه؟ لا ما فيش، اسألها. في ايه يا فرحة؟ مفيش حاجة يا بابا. مش حضرتك هتستريح من السفر وبعدين ترجع تاني؟ خلاص انا هاجي معاك. واه فرحة، احنا قلنا ايه يا بنتي؟ في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ فهموني ايه اللي حصل يا جماعة، الله يرضى عنكم. لا حصل حاجة ولا محتاجة، ما تقول لها، كنا لسه بنقول عليها ايه دلوقتي. يا سلام، كلام الله أكبر زي الدواء يشفي العليل. يا ماما الحاجة، حضرتك أول واحدة عارفة مقامك وغلاوتك عندي، وقراري ده حضرتك أول واحدة عارفة إنه مش بسببك. يا بنتي أنا مش لسه كنت قاعدة معاكي في الأوضة وموعياكي؟ انت كنت فين؟ وايه اللي لم الشامي على المغربي؟ اسأليها وبالإذن أنا. السرايا سرايتك يا عم غزال، ومرة تانية الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك، وتفضل حضرتك خد راحتك. وانت يا فرحة تعالي معايا بعد إذن ستنا. براحتك يا عم غزال.
هو ده اللي حصل بالظبط يا بابا. انا مش فاهمه هو بيعمل معايا كده ليه، وليه فجأة خد مني الموقف الغريب ده بعد ما كان راضي عننا وفرحان بينا. اتغير بين يوم وليلة وبقى زي ما يكون كده مستنيلي على غلطة، وأي تصرف أعمله يتعامل معاه ويواجهني بشكل فيه اتهام، وبقى يتعمد يتجاهلني كل يوم. أنا مش فاهمة ليه. بس أنا فاهم يا بنتي. فاهم موقفه ده ليه؟ ده مش موقف يا فرحة. أمال إيه؟ دي غيرة. غيرة؟ أيوه. رفيع بيه بيحبك يا بنتي. بيحبني أنا؟ والأخطر من كده إنك انتي كمان بتحبيه. إيه اللي بتقوله ده يا بابا؟ هو يمكن صعب عليا يا بنتي إن أقول لك الكلام ده، إنما هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي باينة زي عين الشمس، واللي حسيتها من جواباتك، واللي خلتني أسيب اللي ورايا وأجيلك على طول. ولما جيت اتأكد يا بنتي. أنا الدنيا علمتني كتير، ومش صعب عليا إن أعرف حاجة بسيطة زي دي، وإن الواحد أو الواحدة في أحيان كتير بيحب وما بيعرفش إنه بيحب، وبيحس بحاجات ما بيعرفش يترجم أحاسيسه، خصوصا إذا كانت الدنيا مقفولة عليه زي رفيع بيه. لا يا بابا، أنا ما حبيتش ومش هحب غير فارس، الله يرحمه. أيوة، انبهرتي بيه وبدنيته الجديدة عليكي وباللي قدمهولك واللي ساعده عليه ماله. إنما لو كان عاش الله يرحمه وراحت زهوة الانبهار اللي بقولك عليها دي، كنت انت اللي هتكتشفي ده بنفسك. إنما رفيع بيه. بس يا بابا بس، أنا مش عايزة أسمع، أرجوك ما تكملش. لا، لازم أكمل ولازم تسمعي ولازم تعرفي. يمكن اللي بقولهولك ده يا بنتي صدمة ليكي، إنما أنا قصدها علشان أصحيكي وأنبيك قبل الطيار ما ياخدك أكتر من غير ما تدري. أنا عارف أخلاقك كويس، وعارف إنك لا غلطتي ولا هتغلطي، ورفيع بيه نفس الشيء، وعارف إن الواحد مش بإيده يحب فلان أو يكره فلان أو يختار ده. إنما لو نصيبه جه في إنسان مش مناسب بتبقى التجربة مرة وخطيرة. أنا مش بقولك كده يا بنتي عشان رفيع بيه متجوز وبس، لا، إنما استمرار الوضع ده هيهز من كرامتك وسمعتك مهما حاولتي. يا بابا أنا مرة تانية يا بنتي، هي دي الحقيقة اللي مش مستحملة مكابرة، ويمكن وهي في بدايتها كده تعتبر مشكلة عويصة، لأن وجودك هنا مهم قوي ومستحيل في نفس الوقت. مهم علشان ابنك وماله وعيلته اللي لازم يتربى ويتنشئ وسطيهم، ومستحيل
عشان البنزين عمره ما يتحط جنب النار، والا تحصل مصيبه كبيره. اعذريني يا بنتي، لازم ترجعي معايا زي ما قلتي، وان كان على ابنك او لما يكبر يبقى يرجع ومصيره هيعرف اهله، والحمد لله ان املاكه وماله في ايدين امينه. هو صحيح الوضع ده مش سهل بالنسبه له او بالنسبه للحاجه ونيسه، انما ده اللي نقدر عليه يا بنتي قدام المكتوب. لازم تعرفي ان في حاجه اسمها الاهم عن المهم. سمعتيني يا فرحه؟ فرحه فرحه ابله فرحه، مالك يا ابله فرحه؟ صح يا أم. انا سواعي حس اني جيت عليها، بس ده برضك من عمايلها. وهي عملت ايه يا ولدي؟ يما ما كان قدامك حديثها وضحكه مع الدكتور فيصل دي. غيرش بس ضميرها نظيف والعيبة ما تخطر لهاش على بال. وبعدين هي لسه صغيرة ودنيتها غير دنيتنا وعوايدها غير عوايدنا. بس بكرة تاخد، دي ما مخلياش في جهدها جهد يا ولدي. كمان بتراجعني في الحديث، بترد عليا كلمه بكلمه. ما انت كمان يا رفيع يا ولدي بتشد عليها وهي ما واخداش على كده. خلاص يا أما، صلحيها، البركه فيك انت. وانا بيدي ايه؟ لا، في يدك كتير يما. انت من ناحيه وعم غزل من ناحيه، تقوم يعني ترجع عن عندها دي. يعني انت ما عايزهاش تمشي؟ لا يما، انا على الواد. الواد بس؟ قصدك ايه يما؟ شوف يا رفيع، انا امك اللي عارفاك وحفظاك من وانت لسه صغير في حضني. كنت اطلع لك بس قوم اعرف انت عايز ايه وحاسس بايه. كنت اقراها في عينيك يا ولدي من غير ما تقولها. ولما ابوك الله يرحمه كان يشد عليك كنت تكتمها في قلبك يا ولدي وتاجي في حضني وتضحك، وكنت عارفة ان الضحك ده بكى. يا رفيع يا ولدي، انت تعذبت كتير وحرمت نفسك كتير ولا درت زي الشبان، وكل ده عشاننا يا ولدي وعشان مالنا، فبزياداك يا ولدي بزياداك. تعرف يا رفيع، دي أول مرة أقولها لك، سواعي كنت أصحى في الفجر وأدعي إنك تغلط ولا تروح للغوازي وأنا أتحمل ذنبك. لكن أنت عمرك ما عملتها يا حبيبي، حرمت نفسك كتير وجيت على نفسك كتير حتى في جوازتك يا حبيبي. يما انت حديثك بالمداري كتر معايا اليمين دول. ده برضه بالمدار يا رفيع. رفيع يا ولدي، زي ما انا بفهمك انت بتفهمني. نهايته انا عايزه ايه من الدنيا غير انك تكون كويس ومستريح وسعيد يا ولدي، وولادك مليين عليا البيت. نفسي يا رفيع، نفسي. ايه ده؟ انت لسه صاحيه؟
زي ما انت واعي. وايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مستنياك. قلت يمكن تعوز حاجة. كتر خيرك. عاوز ايه يعني؟ رفيع بيه، ايه؟ أنا عاوز أقول لك حاجة. عاوزة تقولي ايه؟ ما تقولي. وأنا عند أبوي تعبت. إيه حكاية تعبت دي؟ قلت لك التعبان يروح للدكتور وانت اللي مرضتيش. ما هو أبوي شيع جاب الدكتورة. وقالت عندك ايه؟ هي ايه الحكاية؟ قالت لي مبروك. واه. إيه؟ لا ابدا، ما فيش. زي ما تكون ما فرحانش. لا ازاي؟ مبروك. فرحان يا رفيع بيه. امال ايه يعني؟ ما بينش. هيبان كيف يعني؟ هقوم اتحزم وارقص؟ على قولك. براو عليك يا نفيسة، او انت كده تبقي بنت ابوكي صح. ايه مالك يا بنت؟ خايفة برضك؟ هخاف من ايه بعد اللي انا فيه واللي سمعته عشي؟ هتبقى موتة ولا اكتر؟ موتة؟ اعوذ بالله، ده احنا بكده بدينا اللعبة الكبيرة، وزي ما قلتلك برضك انا عامل حساب الصغيرة فيها قبل الكبيرة. يا بت طول ما انا في دارك ما تخافيش من حاجة ولا تعمل حساب الحاجة. ان شاء الله تعيش لي. امال مالك مساهمك ده ليه؟ بتحسر على حالي. تاني مفيش فايدة يعني؟ يا ابوي انا كنت فاكرة انه ما هيسمع ويعرف هيطير من الفرحة وان كل حاجة هتتغير. والله لو كنت حسيت انه فرح لكنت قلت له على الحقيقة ووطيت حبيت على رجله واستسمحته. خرب مطنك، ده انا كنت اخد روحك. حتى لو ساعتها كنت مت على يدك ولا على يده كنت هموت وانا راضية، لاني هبقى ساعتها عشت ساعة زمن اتمتعت فيها بحب جوزي وحسيت بخوفه عليا ونيته في انه يرجع لي. ده انت كأنك اتجننتي. خلاص يا ابوي خلاص، ما تشغلش بالك. انا عملت اللي انت عاوزه واللي بقيت انا كمان عاوزاه. خلاص انا خطيت الخطوه اللي منهاش رجوع، يعني يا حياة يا موت. بس انا ما عملتش كده الا لما هم بدوا والبادي اظلم. الله ينور عليكي، ده الحديث اللي انا قعدت افهمهولك وتوك اللي فهمتيه. جناب البيه، الحق يا جناب البيه، الحج دي عن تاني وطالب جنابك. جدي. انت الدكتور فيصل ابو زهران جواب. جدي سلامتك يا جدي، أنا جيت هنا من كام يوم وما حدش قال لي إنك بعافية. نفيسة قربي يا بنتي، الحمد لله اللي شفتك. أنا عاوز أقول لك كلمتين لأنه الختام.
بعد الشر عليك يا جدي. على ايه يا بنتي؟ هو انا بدي الحالي؟ كل واحد وليه يوم زيه. لا يا جدي، إن شاء الله حتقوم بالسلامة، والدكتور جاي دلوقتي حالا. دكتور؟ الدكتور هيعمل ايه يا بنتي؟ نهايته اسمع زين اللي هقوله لك ووعي له يا بنتي، يمكن الوشوش ما تتقبلش تاني. ما تتحددش كتير يا ابوي، الا ده عفش عشانك. ملك الصالح انت يا وهبي، ملك الصالح. طيب اما تقوم وتشد حيلك كده ابقى قول له اللي انت عاوز تقوله. اقوم؟ نفيسة يا بنتي، انا ما خبرش حالك ايه مع نسايبك، مش زين برضك؟ الحمد لله يا جدي. ما بقيتش يا بنتي، مهما كان ما تسمعيش حديث ابوكي في حد منهم خالص. يا ابوي اسكت انت يا وهبي، انا دلوقتي بين يدي الرب كريم وانت مع وسط تتعظ. يا بنتي جوزك ده مفيش راجل زيه في البر كله، لا يغدر ولا يظلم حد واصل، فما بالك بأهل بيته. عشان كده تخليكي في طوعه وتحببيه فيكي، وما تخليش في جهدك جهد انك تحافظي على نعمة ربنا فيه لما كتبهولك وخلاها من جسمتك. دي نعمة كبيرة قوي يا بنتي. الكلمة الطيبة والطاعة هم دول اللي يخلوه يحبك وما يفرطش فيك واصل. اوعاكي يا بنتي، اوعاكي تسمعي حديث ابوكي. ليه بتقول كده بس يا جدي؟ لأن أبوكي كارهه وكاره العزايزة، كارههم كلهم. والكره يا بنتي نار تحرق، وأول ما تحرق صاحبها قبل غيره. وبعدين في الفال المجندل ده خليك انت يا نفيسة بعيدة عن كل حاجة يدبرها. ادبر ايه بس يا ابوي، ما بزياداك. اللي بقوله ده الحق يا وهبي، هو الحق وعالم ربنا، وانا بين يديه دلوقتي. انا نصحتك كديه وانت سديت ودانك كديه. وصفي ولدي، وصفي ولدي فين؟ وهنجيبهولك وصف دلوقتي منين يا ابوي؟ السلام عليكم. الحق يا دكتور. يا بنت استهدي بالله واخذ الشيطان امال. غصب عني والله يا ماما الحاجة، غصب عني. غصب عني؟ انت غصبتها يا عم غزال. حاشا لله يا ستنا، عند حضرتك اسأليها. يا عم غزال صارحني، الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم، والله اللي هو اكبر من كل شيء يا ستنا، انا ما غصبت عليها في حاجة وعمري حتى ما عملتها. يا بنتي انت ام وعارفه غلاوه الولد، وده مش ولدي بس، ده ولدي الغالي، فليه عايزه تحرميني منيه زي ما اتحرمت من ابوه؟ انا ان شاء الله اموت يا ماما الحاجة لو انا عايزة احرمك منه. بعد الشر عليك يا حبيبتي،
امال اللي انت عايزه تعمليه ده ايه؟ بلاش علشان حمدي، علشاني انا يا بنتي. انا خدت على صباحك ليا كل يوم، وخدت على نفسك معايا في السرايا. ده انت معزتك من معزة نجاة، وربي عالم. وانا كمان والله يا ماما الحاجة، وربنا عالم. علشان خاطرك انا هخليهم في شقة مصر بتاعة المرحوم، وحضرتك تبقي تيجي تقعدي معاهم. ده حل كويس يا ماما الحاجة. واسيب حالي ومالي، انا ما فياش صحة للراحة والجاي. ليه بس؟ ولازمته ايه من اصله يا بنتي؟ انا ما عارفاش ايه اللي راكب دماغك المرة دي. حد دسلك على طرف يا بنتي؟ اذا كان على اللي صدر من رفيع بيه ولدي فمعلش، حقك عليا أنا. وانا هقول له ما يتحددش معاكي واصل، لا بخير ولا بشر، وهو بيسمع كلامي. لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا ماما الحاجة ما تقطعيش قلبي، ربنا يخليكي. والله يا ست الحاجة لو حمدي اكبر من كده شوية لسيبناهولك عن رضا ويطيب خاطر، واحنا ربنا يصبرنا بقى على فراقه. يا ست الحاجة، سي رفيع بيه عاوزكم في السرايا. البقية في حياتكم. ولا كلمة، خديها يا موزة وفرجوني كلكم. أنا آسف يا وهبي بيه، لكل أجل كتاب. شكر الله سعيك يا دكتور، تعملت اللي عليك برضك. السلام عليكم. سلام. طب ايه؟ جنابك هتفضل كده؟ هملني يا مرعي، عاوز اقعد معاه لحالي. مش ههملك، دي حرام. قلت لك هملني. اسمع، عاوزك ترتب لي الجنازة ما تعملتش سلطان بيه نفسه. هو مين اللي جرى في اسوان سلطان بيه؟ المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والمرحوم الشيخ مصطفى اسماعيل، والمرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي. ليا النعمة انت بهيمة، هنجيب المراحيم منين عشان تقرا؟ جنابك بتسأل وانا برد عليك، ودول اللي جروا في عايزة سلطان بيه. مين اللي كدهم في مصر دلوقتي؟ انا ما خبرش. طيب روح اسأل، وشيع اتفق معاهم ياجوا بالطيارة وياخدوا اللي عاوزينه واكتر. حاضر جنابك. واعمل لك همة في تجهيزه، اكرام الميت دفنه. حاضر جنابك. وخد الباب وراك. حاضر جنابك. كنت راجل طيب يا ابوي، شفت كتير في دنيتك، إهانة ومذلة، ولا عمرك اشتكيت إلا لربك. حدش حبك كدي، ولا حب يرضيك كدي، لكن كأنك مرضيتش عني. ليه يا ابوي مرضيتش عني؟ عملت كل اللي اقدر عليه عشان ارضيك واعوضك. خايف منيها فرقتك دي يا مرزوقة سوالمي، خايف منيها قوي. انت كنت فالس زين وحظ اللي سندني، كنت فالس زين وحظ اللي سندني يا ابوي.
معلش هي المصلحة كده يا سعادة البيه. مصلحة ايه يا عم غزال؟ هي تقول غصب عنيها وانت تقول المصلحة. ما تتكلموا بصريح العبارة. ياما ما تتعبيش نفسك، الحكايه باينه زي عين الشمس. هي ايه يا ابني اللي باينة زي عين الشمس؟ هي جاي العريس وانت جاي تاخدها، اكده ولا لا؟ انا ما تظلمناش يا ابني. سيبه يا بابا، دي مش اول مره يظلمنا فيها. سامعه ياما سامعه؟ معلش اصبر يا ولدي اصبر عشان خاطري. صح يا عم غزال؟ قسما بالله العظيم ما حصل يا ستنا. طب قول لي، جاي تجديه بالمصادفة ولا جاي عشان تاخدها؟ ابقى كذاب لو قلت لك ان انا جاي بالمصادفة، بس كمان مش جاي علشان اخدها. رجعنا للالغاز تاني عاد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب فسروها لي من غير ما تقولوا لي مصلحه وغصب عنيها والحديث اللي ملوش عازه عندي ده. طب قولي لي انت. كل ما اتكلم معاها ما عندهاش غير البكاء. دمي اللي عمرها ما عملتها استسمحتها وانتوا ولدتوا هنا. بس يكون في معلومكم حمدي ده ولدنا عزايزي وحفيد سلطان بيه، وما هنسمحش لاي مخلوق انه يربيه بعيد عنينا، ولا هنسمح لاي حد انه يربيه واحنا على وش الدنيا. حد زي مين يا رفيع بيه؟ اي حد، ولا حتى انت ذات نفسك. يعني ايه؟ هتمنعنا ان احنا نخرج من هنا يا رفيع بيه؟ طيب يلا يا فرحة. بنتي حبيبتي فرحة. ياه والله وجه اليوم اللي نلموا فيه بعضينا ونروح نعزف كلاف المواشي. احنا بنجامله كبرنا يا صبري. ما هو ده القلعن. بطل يا صبري، احنا ما ناقصينش تشابيك بينك وبين رفيع بيه. حملوه حملوه، هو اصله ما خبرش ان رفيع بيه بقت روحه في مناخيره منيها ومستنيله على كلمه. انتوا ليه كده يا عزايزه؟ ها؟ الحاج يوجعكم. انا قلت حاجه غلط؟ ايه يا دمراني، هو رفيع بيه ما جايش ولا ايه؟ ما خبرش. واه كيف ده؟ طب خش قول له ان احنا كلاتنا هنا مستنظرين عشان نروح العزاء. ما اقدرش الا اذا سعادته شيع لي. طب ليه؟ اصله معاه ناس جوه. ناس مين يا دمراني؟ ايه؟ دمراني ايه في ايه؟ اصل يا سعاده النايب رفيع بيه معاه دكاتره شيع جابهم من صوت وجنا. دكاتره؟ الحاجه جرى لها حاجه؟ لا مش الحاجه، انما الست ام حمدي بيه. مالها؟ ما خبرش عاد. بقول لسعادتك ايه، خد الجماعه وروح بيهم العزا وهو هيحصلكم، بس ما تقول لهمش حاجه الا هو منبه عليا. ايه في ايه يا عمي؟ لا مفيش. يلا بينا يا رجاله نروح الواجب الرجل ده، ورفيع بيه هيبقى يحصلنا. انا حاسه ان رجليا مش شايلاني، ولو قمت اقف مش هقدر امشي عليها. اطمني يا مدام، ده احساس مؤقت ما هوش حقيقي. مش حقيقي ازاي اذا كنت انا اللي حاساه؟ اهدي يا مدام من فضلك، الانفعال مش كويس علشانك. اهدي يا بنتي، الدكاترة يقولوا علينا ايه؟ هاتولي حمدي، انا عايزه ابني جنبي. يا بنتي ما هو في حضن اهو، ما تعمليش كده لا يتخلع. رفيع بيه فين؟ عايزين نتكلم معاه شويه. طمنوني يا دكتور. اطمني يا حاجه، مفيش حاجه ان شاء الله. اتفضلوا. كان مستخبي لنا فين ده بس يا ربي؟ ما بيقول لك اطمن يا مرات عمي، مفيش حاجه والله هتبقى زي الفل، وابقي شوفي. يا رب يا رب اعفي عنيها. طبيعي يا مرات عمي، مش هنروح الجنازه؟ جنازة ايه يا نجاة؟ انت ما وعياش. يا رب يا رب، الستر من عندك يا رب. اتفضلوا. خير يا دكاتره؟ خير ان شاء الله. هي مفيش عندها اي شكوى عضويه، واحنا اتاكدنا والحمد لله. الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. طب كيف يعني وهي ما قادراش تمشي؟ الاحساس ده سببه نفسي يا رفيع بيه. الظاهر ان هي اتعرضت لضغط نفسي زايد شويه،
عجزت فيه عن التوفيق بين رغبتها وبين الممكن، وده اللي اداها الإحساس اللي بتقوله. لكن ده عرض زائل هيزول بزوال السبب النفسي. كيف يعني يا دكتور؟ دي مسألة طبية معروفة يا رفيع بيه. الضغوط النفسية بتؤثر تأثير مباشر على الأعضاء وعلى الحواس. لا مؤاخذة يا دكتور، أنا راجل بسيط وعايز أفهم. عشان أشرح لك أكتر من كده يا حاج لازم أعرف إيه اللي حصل لها بالظبط. ايوه يا حاج لازم، عشان نقدر نساعدها. طب بالإذن أنا عشان ورايا عزا. اتفضل يا دكتور، اتفضل اتفضل اتفضل. متشكرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد ما تخلصوا مع عم غزال العربيات جاهزة، تعود بيكم مكان ما انتوا عاوزين. بالإذن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال معانا يا حاج. ما تقلقش، أي حاجة هتقولها هتكون محل سر تام. مالك يا نفيسة؟ حزينة على جدك الله يرحمه ولا؟ الله يرحمه. بس يعني روحي يا بت، روحي للحريم اللي تحت دول، قولي لهم انا معيش صراخ ولا عديت في البله، واللي ما تسمعش الكلام هنزل ارميها بره مهما تكون. حاضر. استني يا موسى. الحاجة ونيسة ونجاة وفرحة جو. لا يا بنت قلت لك انزل للحريم، قولي لهم اللي قلته لك. ايه يا نفيسة؟ سكوتك ده زعل على جدك ولا بتفكري في اللي قالهولك؟ اطمن يا ابوي، دول حتى ما جوش العسل.